مسجد الأزهر الشريف هنا من أهم المساجد في مصر. بجد هو يعني من أهم المساجد للدراسات الإسلامية اللي انت بتلاقي فيه من جميع أنحاء العالم جايين، بيحفظوا القرآن وبيدرسوا الفقه يعني بجد جميل جدا في الدراسات الإسلامية. وكمان هو من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي كله، وأقدم أثر فاطمي موجود في مصر. كتير جدا اختلفوا في تسمية الجامع، إنما الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين هنا الشيخ بيعمل حاجة جميلة قوي، بيفرق فلوس على الأطفال لتحببهم في قراءة القرآن. ربنا يجعلنا وإياكم من حفظة القرآن الكريم يا رب. بتبص تلاقي مجموعات من جميع أنحاء العالم قاعدين كده مجموعات مع بعض لحفظ القرآن والدراسات الإسلامية. شايفين الساحة بتاعت المسجد معمولة من رخام اسمه رخام الكرارة. الرخام ده اللي معمول بيه أرض الحرم. ربنا ينولنا زيارة بيت الله الحرام جميعا يا رب، أنا وكل اللي بيسمعني. آه، بجد تحس ان وانت ماشي على الرخام بتاع الساحة ده، تحس ان طالع منه برودة مهما كان الشمس او مهما كانت الحر، فهو بيمتص الحرارة. دايما دايما بقول كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرم. دايما بقولها، ظني في ربنا كبير إن ينولني زيارة بيت الله الحرام. ربنا ينولها لنا جميعا، أنا وكل اللي بيسمعني يا رب. أنا كنت عاملة فيديو كبير عن بقاله فترة، يعني معلومات كتير قوي. أي معلومة تحب تعرفها عن مسجد الأزهر الشريف موجودة عندي على القناة وعلى الصفحة.